بحب جدا ان انا اشغل كده قرآن الصبح، او اذكار الصباح والمساء، او الرؤية الشرعية، او سورة البقرة كده في البيت الصبح، عشان ربنا يكرمنا كده بالبركة والخير والرزق، ويبعد عننا كل شر وكل سوء. تعالوا قضوا معايا يوم هادي من الصبح لحد بالليل، روتين واكل وشوبينج والعناية كمان بالنفس، سواء بالشعر بقى والماسكات والسكين كير وكده. يلا بينا. بحب جدا ان انا اشغل كده قرآن الصبح. ده انا حضرت الفطار، هو ده الشامبو واستخدمته مره واحده، ودي هتكون تاني مره، اللي هو كلاري هير ماسك بتاع كلاري. حطيت الماسك كده اللي انا عملته على شعري، وكده يبقى انا عملت سكراب بالايدي بينعم الايد. النص التاني بتاع الليمونه احطه كده في الملح وامشيه على ضوافري. بصوا الشوز اللي انا لابساه، الفرع دوت ينفع مثلا على حيطه 2 متر وربع. برضو تكون ايه مملح، حبه ملح، قلب 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 قلب. انا بحب عموما البشاميل كتير، بحب احط شويه من البشاميل الاول. ده بقى خارج نظام الطيبات، كده في نظام الشريرات كده. نحطها بقى في الفرن. انا كده خلصت خلاص الرقاق. قطع بقى دي كده المكرونه، ده الرقاق. بسم الله ما شاء الله حلوين. والرقاق يؤسفني اقول لكم ان هذا ده توست. هو ده كده عشاء النهارده. جود مورنينج جايز. النهارده هشارككم يوم عشوائي، يعني مقتطفات كده من جميع الايام، ماشي؟ يعني لقطات كده من جميع ايام متفرقه، من اول روتين الصباحي والعنايه بالنفس لحد الروتين المسائي بالليل والاكل والشوبينج. يلا بينا نبدا الفلوج بسرعه، مفيش وقت نضيعه. بصراحه انا ما اقدرش ابتدي يومي من غير ما افطر، فيلا بقى نفطر ونشوف بعد كده يومنا هيبتدي ازاي. كده انا حضرت الفطار، توست وعليه جبنه مطبوخه زي نظام الطيبات بالظبط، في شويه اوليف عليه زيتون، عشان مش عاوزه اشرب درينك ولا اي حاجه. بس هتكون قهوه بالشوكولاته، عملتها مره واحده وعجبتني. حط بقى الشوكولاته ديت، الشوكولاته بالبندق، بس لو شوكولاته ساده هتكون احلى كمان، احلى واحلى. معلقه واحده بس، انا مش هحط بقى سكر، ان انا تشبعت سكريات الفتره اللي فاتت دي والايام اللي فاتت دي، فانا مش هحط سكر. احط بقى ميه، احطها على النار. خلينا ندوق بقى ايه القهوه بالشوكولاته ديت طعمها يكون عامل ازاي. اول مره اعمل القهوه ما تفرش مني. تعالى نشرب كده بسم الله. طب والله طعمها حلو، بس عاوزه شوكولاته ساده مش شوكولاته بالبندق. تعالى اوريكم السكين كير بتاعي، سواء الشعر او البشره والسنين وكده. ايه رايكم؟ يلا بينا. اول حاجه واهم حاجه انا بستخدمها ان انا بغسل سنيني. مع بعض نشوف الشامبو. هو ده الشامبو، ده اسمه ايه، بخور كده، اسمه مسك اسود. وده الشامبو اللي انا دلوقتي بستخدمه. استخدمته مره واحده، ودي هتكون تاني مره استخدمه، بس انا حاسه ان هو حلو، يعني احلى كمان من كلاري. يعني كلاري مش وحش على فكره، كلاري انا خلصته خلاص اهو خلص، لكن انا حاسه ان ده اقوى يعني من كلاري. ده الهير ماسك بتاع كلاري لسه مخلصش لغايه دلوقتي، لسه معايا، وحطيت عليه مجموعه زيوت. مش عارفه ليه انا عملت كده. بصوا اوريكم، احاول افتح لكم بايد واحده اهو. بصوا حطيت عليه كده مجموعه زيوت طبيعيه علشان برضو يدي ترطيب كده. وعندي السيرم بتاع الشامبو دوت، سيرم الشامبو الجديد. انا عندي اساسا من فتره، من زمان، اسمه يو ليشز. الشامبو اساسا اسمه يو ليشز، والسيرم بتاعه اسمه يو ليشز. وطبعا ده الجل دوت بتاع البشره. الجل ده ما بقتش ان انا استخدمه على وشي بصراحه، يعني انا حاسه ان هو بيطلع لي حبوب بزياده جدا على البشره، فبقيت استخدمه اكتر للجسم بس. ودي بقى الماسكات بتاعتي والحاجات. ونطلع الشامبو. هقول لكم دلوقتي خلطه حلوه تمام، اول مره ان انا استخدمها، بس هقول لكم برضو عليها
للقشرة. اول حاجة هنجيب كده طبق احنا ما بناكلش فيه زي ما احنا متعودين، هنعصر في الطبق ليمونة كاملة. بس كده انا حطيت كده الليمون، وطبعا القشر الليمون دوت احنا مش هنرميه، هقول لكم دلوقتي هنستخدمه ايه. هنستخدمه للضوافر وللايد، نعمل كده سكراب للضوافر وللايد برضو. هنحط بعد كده بعد الليمون هنحط الشامبو. كده حطينا الشامبو، هنحط في الاخر خالص الكربوناتو. بصوا حطيت كده الكربوناتو، بصوا ابتدى ان هو يفور. نقلب بقى، مش عارفه ان انا اقلب بايد واحده، نقلب وبعد كده نحطه على فروه الشعر ونستنى 10 دقايق كده او ربع ساعه، وبعد كده نغسل الشعر كويس جدا بالشامبو والهير ماسك. خلاص كده انا حطيت الماسك كده اللي انا عملته على شعري، ومستنيه 10 دقايق ربع ساعه وبعد كده اغسله. في الفتره ديت عملت بقى ميه وحطيت عليها معلقه او معلقتين سكر ودوبتهم، وبعد كده هحط ايدي فيها في الميه ديت، وبعد كده بقشر الليمون هحط هنا سكر على قشر الليمون، وبعد كده همشي، يعني مش عارفه ان انا اشرح لكم ازاي، وبعد كده همشي قشر الليمون على ايدي بعد الميه بسكر كده، يبقى انا عملت سكراب بالايدي بينعم الايد. طب وبالنسبه بقى للنص التاني بتاع الليمونه، بص انا كده عملت سكراب، مستنياه بقى ايه ينشف كده شويه. النص التاني بتاع الليمونه هحطه كده في الملح وامشيه على ضوافري، بيقوي الضوافر. بصوا حبيت ان انا اوريكم النتيجه بتاعه الماسك اللي انا حطيته على ايدي. بجد مش عارفه، مش واضح في الكاميرا، بس انا حاسه ان انا ايدي، ثواني كده انا حاسه ان انا ايدي افتحت شويه، وملمس ايدي ما شاء الله ناعم، يعني ما شاء الله. بصوا حلو جدا. جبت طبق وفيه ميه سخنه والزيت بتاعي، بدل ما اسخن الزيت على النار وكده، ده انا كلمتكم قبل كده عليه، ده زيت زيتون على زيت خروع على زيت لوز حلو. اي حد بيسخن الاول الزيت وبعد كده بيحطه على شعره، لا انا ما بسخنش الزيت، انا بحطه في ميه سخنه كده شويه يسخن، وبعد كده بحطه على شعري. طبعا هتقولولي ليه ما استخدمتيش السيرم بتاع الشامبو كده؟ انا برضو بستخدمه، بس بستخدمه احيانا على اطراف شعري. اعمل حمام زيت وهلف شعري، وبعد كده نشوف هنكمل الفيديو ولا نكمله تاني يوم. زي ما انا بحب ان انا اسمع اذكار الصباح، بحب برضو ان انا اسمع اذكار المساء، فبجد بحب ان انا برضو ان انا اشغلها اذكار المساء واقعد اسمعها وكده. يشفع عنده الا باذنه يعلم ما جزمة. طيب انا بقالي فتره كبيره عاوزه اغير الباك جراوند اللي ورايا دوت، عشان يبقى الخلفيه اللي ورايا كده حلوه وكده، فمش عارفه انا محتاره يعني اعمل حاجات طبيعيه ولا اعمل ايه. فالمهم سالت الشات جي بي تي، بعت لي صوره لمض وحاجات زي كده، ومش عارفه انا هلاقي الحاجه دي ولا لا. وجنبنا هنا في محل واحد بس، فخلينا نروح نشوفه ونشوف الحاجات اللي انا عاوزاها يعني هتكون موجوده عنده ولا لا. يلا بينا. بصوا الشوز اللي انا لابساه، عادة بلبس الابيض، ميه ازازة ميه كأني مسافرة. الفرع دوت ينفع مثلا على حيطة 2 متر وربع، مش عارفة نص متر تقريبا الحيطة، مش عارفة بس ستايله حلو يعني. ممكن يقطع ده ولا حاجة؟ لا كان ما يتقطع على اول شفتين كده. يعني مش مع الوقت يعني. لا. طيب دي كام؟ 650. 650. بس ماسكة ازاز اصبر.
المكوى وصلت، وده جاكيت الجينز بتاعي انا وديته عشان يتكوي ولسه واصل، عشان اكتر حاجه في هدومي كلها صعب ان انا اكويها ومستحيل ان انا اكويها هو جاكيت الجينز ده. انا راجعه بصراحه من بره ميته من الجوع، فيلا بينا نحضر الغدا. اول حاجه جبت حله وحطيت فيها ميه علشان تغلي، واحط بعد كده المكرونه تتسلق. انا ما بحطش عليها زيت، لكن بحب ان انا احط عليها ايه، ملح. ندي تقليبه، قلب 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 قلب، نفضل بقى نقلب فيها لحد ما تستوي. هنعمل بقى هنا البشاميل. طبعا احنا خلاص خلصنا المكرونه اتسلقت وغسلتها كويس جدا وما تعجنتش مني عشان انا مش حاطه لها زيت، بس ما تعجنتش مني. وصفيتها، بصفيها دلوقتي من الميه كويس جدا. نحط بقى ايه، دقيق. انا بحب عموما البشاميل كتير. نوطي النار ليه؟ علشان الدقيق ما يتحرقش، عاوزاه بس كده يتحمر، وحاسه ان انا عاوزه زيت. ممتاز كده. بعد ما ايه الدقيق بص ادى اللون الاصفر ده، هنحط بقى الشوربه الاول. انا بحب احط شوربه ولبن. هحط الشوربه الاول ليه؟ علشان الشوربه سخنه، اللبن ساقع. بصوا بقى انا بحب اعمل ايه بقى، بحب احط شويه من البشاميل الاول على المكرونه. ده بقى خارج نظام الطيبات، كده في نظام الشريرات. هناخد نص الخليط ده تحت، او نص المكرونه من تحت. كويس ان انا ما عملتش مكرونه اكتر من كده، انا كنت مفكره ان الحبه قليلين. الحمد لله لقيت لحمه مفرومه متعصجه في الفريزر، وفرت لي والله وقت. ايه بشاميل، حط بشاميل كتير كتير، انا بعشق البشاميل. ونوزع كده البشاميل. طبعا اللي عنده جبنه موتزاريلا يحط على الوش جبنه موتزاريلا، اللي عنده جبنه شيدر يحط على الوش. خلاص كده كده ونحطها بقى في الفرن لحد ما نعمل الرقاق. خلينا بقى نعمل الرقاق. انا اول حاجه جبت لبن ومرقه علشان الرقاق اللي انا عملته في العيد الكبير طلع ناشف. احط كده ايه، رقاق في لبن ومرقه بدل الزيت. عشان يطلع طري شويه، كان ناشف جدا. فضلنا نحط له في شوربه كتير ومع ذلك برضو مطريش، فقلت اجربه بطريقه تانية. بس انا كده خلصت خلاص الرقاق. نقطع بقى. انا حاسه ان هي كده بقت طريه، حتى في التقطيع طري. المره اللي فاتت كنت بقطعها بصعوبه شويه. ايه ده، هي صغيره كده ليه؟ انا قطعت حته صغيره. لا احنا لازم نقطع حته كده كبيره شويه. دي كده المكرونه بعد ما استوت، وده الرقاق. بصوا بسم الله ما شاء الله حلوين. والرقاق على فكره الطريقه اللي انا عملتها الرقاق طلع بيه طري. الرقاق طلع طري اكتر من العيد. الرقاق اللي انا عملته في العيد انا عملته بزيت طلع ناشف، هنا ده طلع طري. فجربوا الطريقه بتاعتي حلوه. تجرب الايس كريم الكومبو دوت. بصراحه انا جربته قبل كده وطلع حلو جدا، قلت اجربه تاني. استنى نفتحه كده مع بعض. انا اي حاجه ايس بحبها جدا في الحر ده، بس هو يعني ايه متدغدغ شويه بس كده، بس عادي هيتاكل برضو. تعالى نجرب كده، نقول بسم الله. تحفه تحفه والله بجد. يؤسفني اقول لكم ان هذا ده توست. بس ده اول مره ان انا اعمل توست في البيت، ومش عارفه بصراحه هو طلع كده ليه. طلع مكتوم وناشف ومش عارفه ماله يعني، بس هو طعمه حلو. مشكله ان هو طعمه حلو والله، طعمه حلو، بس هو مكتوم وناشف. مش عارفه العيب في ايه بالظبط. يعني انا عملته بالظبط بنفس الطريقه اللي موجوده على النت. هو طلع بالشكل دوت، بس هيتاكل. هو هيتاكل ان هو طعمه حلو، اهم حاجه طعمه.
ما هو ناشف بس من بره، لكن هو من جوه كده طري. بص من جوه كده طري، بس هو ناشف، بس الغلاف ده ناشف بس برضو. حتى لو ناشف النشفيه بتاعته حلوه والله. بس هو طلع كده. ان شاء الله باذن الله هنطور من ادائنا اكتر واكتر، وان شاء الله باذن الله هنعمل حاجه افضل. ثواني اوريكم التوست اللي انا اشتريته عامل ازاي. فرق بقى، شايفين الفرق؟ يعني مفيش فرق كبير يعني. ايه يعني ده من ده؟ ايه يعني؟ ايه يعني؟ اكيد بتاعي احلى كمان. بصوا المنظر ده، ايه ده والله. وحتى بيتقطع بصعوبه. لا ان شاء الله هنطور من نفسنا، وان شاء الله هيطلع بده ان شاء الله باذن الله. هفضل وراه لحد ما اطلعه بالشكل ده باذن الله، واصوره لكم واقول لكم بقى ايه طريقه عمايله عامله ازاي. على فكره انا ما رضيتش في البدايه ان انا اصور وانا بعمله، ان انا قلت لو التجربه نجحت هصور، يعني هعمله مرة تانية واصور لكم. لو فشلت زي كده هفضل وراه لحد ما اعمل تجربة تنجح يعني، واعمله كويس واصوره لكم بإذن الله. بس هو ده كده عشاء النهاردة. توست بالجبنة الشيدر وعنب. وطبعا مش هشرب اي حاجة، ان انا في شاي بلبن وانا مش عاوزة اشرب لبن بصراحة. بس هو ده كده عشاء النهارده من غير اي درينك. مساء الخير، خلينا بقى نبتدي مع بعض الروتين المسائي بتاعنا. وطبعا بصوا ايدي، انا كان عندي حنه. ده لوشن دوت حط على البشره، وطبعا لازم يتحط بالليل، ما يتحطش بالنهار خالص. فالروتين كله اللي انا هستخدمه ده يتحط بس بالليل، ما يتحطش بالنهار. فده لوشن بيتحط لمده ساعه واحده بس على البشره، بيفتح البشره. خلينا بقى نستخدمه. هقول لكم دلوقتي طريقه استخدامه ايه. كده حبه كده بنجيب سلكه الودان ديت، وبعد كده بنوزع اللوشن على البشره كلها. طبعا ممكن ما نحطش عند منطقه العين، عشان كده احنا هنحط ايه كريم للعين، فمش مشكله. بقالي كتير قوي ما حطيتش اللوشن ده، فقلت احطه بقى معاكم واوريكم ايه الروتين الليلي بتاعي ايه هو. طبعا بصوا الطرحه عامله ازاي، الاسبانيش عامله ازاي، عشان بقالي كتير قوي ما لفتش اسبانيش. حاسه ان انا ايدي مش واخده على الطرحه الاسبانيش خالص، خلاص نسيت الطرحه الاسبانيش. فبص لفها ازاي، لفه مش حلوه خالص، مش عاجباني، بس مش مشكله عادي يعني، نتحمل بعض، احنا بقينا اهل خلاص. عاوزه اقول لكم على حاجه مهمه، متنسوش اللايك والكومنت. طبعا احنا متفقين ومقتنعين ان اللايك يا جماعه بيساعد على الانتشار. عاوزين نكبر القناه، فمحدش يتفرج وخلاص، ممكن تعملوا لايك وتتفرجوا براحتكم وكده يعني. ساعدوني ان الاكونت يعني يكبر ويكون عندي شغف، انتوا كده بتقللوا شغفي. كده انا وزعت السيرم. بصوا السيرم اول ما بحطه زي ما يكون بياكل في الجلد، وشي على طول بيبقى احمر كده. فطبعا ده مفروض مش سيرم، سوري، لوشن. فمفروض اللوشن ده يقعد ساعة واحدة بس، فانا نص ساعة وهرجع لكم عشان احنا هنحط كريم تاني عليه. هقول لكم ايه هو الكريم. انا عاوزة اوريكم تانت كيتي بعد ما تاخد شاور. بس بتبقى جميلة ازاي بعد ما تاخد شاور. طبعا هي مش طايقاني دلوقتي عشان انا محميها بالعافية، طايقاني بالعافية. بص لهم، قول لهم باي باي باي، قول لهم باي. بصوا شعرها. لا نحط الماسك التاني ده بعد ما مر كده. بصوا نص ساعة وشي احمر، بس هو بيهدى على فكرة، يعني الحمران ده بيهدى مع الوقت، محدش يخاف يعني. يعني لو في اي حاجة غلط اكيد مش هقول لكم، واكيد مش هحط على بشرتي. طيب ما قلت لكمش انا في البداية خالص الكريم دوت عبارة عن ايه. الكريم دوت ده تفتيح للبشرة، زيه زي اللوشن بالظبط، يعني هما الاتنين تقريبا واحد. ايه ده، شعر كيتي مش يا كيتي، شكرا يا كيتي. زيه زي اللوشن بالظبط، هما الاتنين واحد. يعني ممكن حد يستخدم الكريم وممكن حد يستخدم اللوشن، الاتنين واحد والاتنين بيفتحوا. بس انا يعني معايا انا حاسه ان اللوشن اكتر، يعني اللوشن ده بيفتح اكتر معايا انا. ممكن بشره تختلف عن بشره تانية، الله اعلم بقى. خلينا بقى نستخدم الكريم دوت بتاع العين، وبيفتح الهالات السوداء اللي تحت العين. ده خلاص كده انا قرب يخلص اساسا. فكر ان انا اجيب تاني منه، وانا حاطه كتير قوي قوي.
هو بقاله كتير قوي عندي ان انا مش بحط منه كتير، يعني هي نقطة بس كده بتكفي. نسيبه قد ايه؟ نسيبه كمان نص ساعة، بعد كده نشطف وشنا بمية ساقعة. بصوا شايفين بشرتي فتحت ازاي؟ فتحت حوالي درجتين 3. عاوزه اقول لكم ان الماسكات ديت مش بتفتح قوي قوي قلت ان الواحد مثلا يبقى منور قوي او الواحده منوره قوي، لا، هي بتعين التصبغات بتاعت الشمس بتاعت البحر، الحاجات دي كلها، وبترجع البشره لونها الطبيعي. يعني ده كده بشرتي لونها الطبيعي، وعلى فكره بيبان من اول استخدام. ولو الواحد ما تعرضش او الواحده ما تعرضتش للشمس لاي حروق، يعني حرق بتاع البحر او كده، خلاص بتفضل زي ما هي، اللون بيفضل زي ما هو. انا بيعجبني قوي اللوشن ده، بيعجبني قوي قوي قوي، ده السكين كير ده، التفتيح ده من صيدليات العقبي. بقى نتفق نختلف، انا بصراحه عجبني. بصوا اهو، والدليل اهو، نشوفوا الفرق في اول الفيديو وشوفوا الفرق دلوقتي. بالنسبه بقى للناس بتبعت لي كتير بتقول لي يا هبه احنا عاوزين حاجات طبيعيه للبشره، تمام؟ فانا جايبه لكم حاجه طبيعيه حلوه جدا في البيت، تتعمل في البيت. ده عسل ابيض عليه مجموعه زيوت، زيت زيتون، زيت جوجوبا، زيت السمسم، بجد حلو جدا للبشره. لو تقدروا تحطوا كمان زيت رمان يبقى جميل قوي، بس انا ما لقيتش عند الراجل زيت رمان، بس زيت الرمان حلو جدا برضو للبشره وحلو جدا للشعر برضو. والزيوت دي كمان تقدروا تستخدموها بعد كده تعملوا حمام زيت للشعر عادي. فانا جبت حبه عسل ابيض وحطيت عليها برضو شويه زيوت، ونخلطهم كده ببعض الاول قبل الاستخدام. طبعا الماسك ده بيعمل ايه؟ برضو بيفتح البشره، بيعمل جلو للبشره، بيعين اي تصبغات، وبيعين حروق الشمس. ولو في حبوب فوق الجلد او تحت الجلد يعني بيشيلها. انا شل الحبوب صراحه، حلو جدا. اقول لكم كمان على مساج حلو تعملوه وقت ما يكون الماسك دوت على وشكم، بس ان شاء الله باذن الله الطرحه مش هيحصل لها اي حاجه، او هي اساسا كده كده بصوا باظت من هنا، هي كده كده خلاص هتتغسل مش فارقه كتير بس ان شاء الله ايه ما نبوظهاش اكتر من كده. نوزع بقى ايه الماسك كله كده على وشنا. في حد رايق قوي عندنا هنا في العماره مشغل عبد الحليم حافظ، مش عارفه انتوا سامعين ولا لا. شعر كيتي مجنني. انا وزعت الماسك كله على وشي. بصوا نعمل مساج، يعني مساج كده لطيف وحلو جدا. المساج عموما بيبقى حلو جدا سواء للجسم للشعر للبشره، بيبقى تحفه. بصوا اولا في ناس كتير قوي بتستخدم الرقبه او تعمل مساج على الرقبه من فوق لتحت، لا غلط، خليها من تحت لفوق كده، الرقبه كلها، كل حاجه 10 مرات. وبعد كده عشان وقت الفيديو بس هقول لكم بالظبط ايه تعملوا ايه. بعد كده الخدود كده تترفع على فوق، وهنا اللي هي العظمه اللي هنا تعمل كده برضه، كل حاجه على 10 مرات. بعد كده الناحيه دي كده 10 مرات. بعد كده هنا منطقه العين كده وبعد كده الحواجب تترفع على فوق، الحواجب تترفع كده على فوق، كل حاجة 10 مرات. وفوق بقى القورة نفسها، يعني انا بايدي كلها بعمل كده، بس انا عشان الطرحة هي كده كده خلاص على الغسيل، بس انا ايه مش عاوزة ان انا بهدلها زيادة يعني كده. والجزء ده كده كده انا كده خلاص شطفت كده وشي. هتلاقي نعومة المنديل يعني بيتمسح كده بسهولة. بصوا الجلو دوت، بصوا اللمعة دي، شايفين اللمعة ما شاء الله، جميل جميل جميل. يلا كده الفلوج بتاعنا النهاردة خلص، واشوفكم ان شاء الله في فلوج جديد. ما تنسوش اللايك بليز بليز بليز. اللايك يا جماعة، اللايك هو اللي بيساعد اكتر على الانتشار، فما تنسوش بليز اللايك. كومنت كده لطيف حتى لو ايموشن
كومنت كده لطيف وكلمة كده لطيفة منكم، وسبسكرايب سبسكرايب سبسكرايب اهم حاجة السبسكرايب على القناة بتاعتنا تكبر. بليز اللايك وسبسكرايب عشان القناة بتاعتنا تكبر. كده اشوفكم بقى في فلوج جديد، توحشوني. باي باي.